السلام عليكم وصباح الخير. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وجميلة. أنا واثقة ومتأكدة إن كل أطفالكم هيحبوها. في البداية خالص هنجيب الفراخ بتاعتنا علشان نتبلها. أنا هشتغل النهاردة على 3 صدور من الفيليه. هجيب الأول طبق وأجيب بصلة صغيرة وأبشرها من الناحية الناعمة، عايزة البصلة تكون مبشورة من الناحية الناعمة خالص. بعد كده هاحط عليها نُص معلقة صغيرة من الملح، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وأجيب الفراخ بتاعتي وأقطعها تقطيعة مميزة علشان يبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت تتبل من كل الجوانب. الأول بعد ما غسلتها تحت المَيّة باجيبها وباقطعها زي بنفس التقطيعة اللي أنتم شايفينها كده. باقطع من فوق كده من على الوش، وبعد كده بانزل ببوز السكينة لتحت علشان التتبيلة عندي تدخل للفراخ من جوّه وتتبّلها من جوّه بشكل كويس. أنا عايزة أقول لكم إن أنتم لو حبيتوا إن أنتم تقطّعوا الفراخ يعني تقسموا الصدور 2 خالص أو 3 أو حتى 4/4 ما فيش أي مشكلة خالص، ولكن أنا باحب أعملها بالشكل ده علشان تدّي حتى شكل حلو وإحنا بنقدّمها. زي ما أنتم شايفين كده هنقطّع ال3 صدور بنفس هذا الشكل، ونتبّلهم بالبصلة والملح والفلفل الأسود، ونلفّهم بستريتش ونحطّهم في التلاجة حوالي ساعة، وبعد ما نطلّعهم من التلاجة هنكون جهّزنا تتبيلة مميزة جدًا. هنشوف دلوقتي مع بعض إحنا هنتبّل التتبيلة المميزة بشكل عامل إزاي. في الأول أنا عايزة أقول لكل اللي بيشوفني لأول مرّة يا ريت تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعّلوا الجرس عايزين القناة بتاعتنا تكبر شوية. آآ لإن إن شاء الله هاقدّم لكم في كل حلقة وصفة مميزة عن الوصفة اللي قبلها. بعد كده هنا التتبيلة الأساسية بتاعتنا. التتبيلة الأساسية بتاعتنا عندنا هنا معلقتين كبار من الكاتشب، عليهم معلقة واحدة كبيرة من العسل، بس أنا للأسف وأنا باحط أنا حطيت معلقتين غصبٍ عني، ولكن هي معلقة واحدة بس من العسل، عليهم معلقتين كبار من المستردة، ومعلقتين كبار من البابريكا. بنقول مشويات يبقى البابريكا موجودة معانا وبكمية كبيرة. بعد كده هنضيف عليهم نُص معلقة صغيرة من الملح، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعد كده هنضيف كمان نُص معلقة صغيرة من الجنزبيل، والتوم البودر والبصل بودر. ده الأول عندنا هنا البصل بودر، وبعد كده هاضيف التوم بودر، وبعد كده الجنزبيل البودر، وكده التتبيلة أصبحت جاهزة معانا. يبقى نقول مقاديرنا تاني: معلقتين كبار من المستردة هنضيف عليهم معلقة واحدة من العسل، عليهم معلقتين كبار من البابريكا، نُص معلقة صغيرة ملح، نُص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونُص معلقة صغيرة من التوم البودر، البصل البودر، الجنزبيل البودر. بعد كده بنمزج الخليط ده كله مع بعض، ونجيب الفراخ بتاعتنا اللي إحنا كنا حاطينها في التلاجة، نشيل من عليها البصل اللي كان متّبل بيها، ونحطها في التتبيلة، ونمزج الفراخ مع التتبيلة بشكل كويس جدًا. أنا هنا ضِفت شوية مستردة لإن أنا كنت زوّدت العسل، فاضطريت إن أنا أزوّد شوية مستردة، ما فيش أي مشكلة عادي يعني. زي ما إحنا شايفين هنجيب الفراخ ونحطها نتبّلها مع بعض كويس جدًا، وبعد كده نحطها في التلاجة ساعة، وبعد كده نطلّعها علشان نشوف هنسوّيها إزاي في الجريل. وعايزة أقول لكم إن أنا هنا باسوّيها بطريقة إن هي تطلع لي ناشفة، ولكن أنا عايزة أقول لكم إن هي لمّا باغطّيها وبتنزّل الصوص بتاعها، الصوص بتاعها ده بيبقى حلو جدًا، ولكن أنا عندي جوزي وعيالي ما بيحبّوش الفراخ بأي صوص، بيحبّوا الفراخ تبقى ناشفة، فعشان كده أنا بانشّفها. كده خلاص هي اتبّلت معايا، هاحطها في التلاجة حوالي ساعة، وبعد كده نجيب الجريل نحط فيه معلقة واحدة من الزيت ونوزعها عليه بشكل كويس، ونتأكد إن هو سخن جدًا عشان ننزل بالفراخ تاخد صدمة، وبعد كده نقلبها من الجنب التاني تاخد صدمة. ضروري جدًا إن هي تاخد صدمة من الجنبين علشان تقفل المسام بتاعتها من كل الجوانب. بعد ما بتاخد صدمة من الجنبين أبدأ أقفل الجريل وأنقلها على شعلة متوسطة وأهدّي النار علشان تنزّل كل السوايل بتاعتها وتستوي بشكل كويس. عايزة أقول لكم إن ممكن تطفي عليها
وهي لسه فيها في الجريل كده شوية صوص، شوية الصوص ده ممكن تبقي بتحطيهم كده على وش الفراخ وأنتِ مطلعاها، ولكن أنا عندي باقول لكم ولادي ما بيحبوش الفراخ غير وهي ناشفة، فعشان كده أنا باسيبها لغاية ما الصوص اللي بينزل منها ينشف تمامًا. بعد كده باجيب فحمة، وأنا عايزة أقول لكم إن اللقطة دي للأسف اكتشفت إن الكاميرا ما صورتهاش، ولكن أنا بعد ما باسويها خالص باجيب فحمة وباحطها زي ما بتشوفوني باعمل كل الفراخ أو اللحمة، أجيب الفحمة وأحطها وأغطي عليها وأسيبها تاخد كده من ريحة الفحمة، وبيبقى طعمها في النهاية تحفة. طبعًا إحنا كلنا بنزهق من هي دلوقتي معانا بعد ما خلاص استوت أهي تمامًا. هابدأ إن أنا أقدّمها، وتابعوني الحلقات اللي جاية علشان هانزّل لكم وصفات كتيرة جدًا بالصدور الفيليه، إحنا كلّنا بنزهق من الأكل المتكرر، فالواحدة بتبقى عايزة تغيّر في بعض الأوقات، تعمل حاجة متميزة وحاجة مختلفة، العيال يفرحوا بيها وفي نفس الوقت تشجّعهم على الأكل في الحَر اللي إحنا فيه ده. آمم في النهاية أتمنى إن الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي أنا بنزله، و متنسوش تدعوا أصحابكم للاشتراك في القناة. وزي ما انتم شايفين كده الفراخ يعني شكلها لوحده أساسا آه، عايز يتاكل. وأنا عايزة أقول لكم ما تنسوش إن أنا حطيت فحمة ولكن الكاميرا نسيت إن هي تصورها. والسلام عليكم.